تعالوا نعمل مع بعض ايس كريم الماء بالخلاط بطريقة جدا سهلة وبسيطة بمكونات متوفرين عندكم في كل بيت. تابعوا الفيديو حتى النهاية وشوفوا الطريقة بالتفصيل. بداية أنا راح أجيب ظرف جيلي وأخليه في طنجرة صغيرة وأضيف عليه نصف كوب من الماء، أخليه على نار متوسطة مع التحريك المستمر حتى الغليان. ولا ننسوا مع نص كوب الماء نضيف ملعقة كبيرة من النشا، يعني ظرف جيلي نصف كوب ماء وملعقة كبيرة من النشا، نخليهم على نار متوسطة مع التحريك المستمر حتى الغليان. من يغلي الخليط خلاص نخليه على جنب حتى يبرد، ولحتى يبرد خلينا نجيب الخلاط ونخلي فيه كوب ونصف من الماء وظرف من الكريم شانتيه. نخفق الماء والكريم شانتيه مع بعض بهالطريقة، ومن بعد نضيف عليهم الخليط الجيلي اللي جهزناه. وطبعا لازم يكون بارد، يعني لازم يكون بارد، نبردوه قبل. ونخلهم مع بعض ونخفقهم في الخلاط الكهربائي بهالطريقة. انا حبيت اضيف ملعقة صغيرة من ملون الطعام احمر على اساس يكون اللون احلى بكثير يعني، فانتم بامكانكم تستغنوا على اللون ملون الطعام اذا تحبوا. ومثل ما شايفين هذا هو القوام المطلوب. القوام ما لازم يكون يعني كثير، لازم يكون شوي القوام جاري بهذه الطريقة. الآن راح أجيب الأكواب اللي عندي. أنا راح أعمل الآيس كريم اليوم في الأكواب نفس أكواب القهوة هذيل اللي شايفين، وراح أسكب خليط الآيس كريم في الأكواب بهذه الطريقة. ومن بعد نغطيه بألمنيوم، نغطي الأكواب يعني بألمنيوم بنفس هذه الطريقة. واكيد لازم نخلي فيهم العصا متاع الايس كريم وندخلهم الفريزر. تقريبا انا خليتهم في الفريزر ليلة كاملة، ما اقلش يعني من 4 ساعات لازم. وندخلهم الفريزر، وبعد ما يبردوا راح اجهز صوص الشوكولاته ومكوناتها كلها بسيطه متوفره عندنا في كل بيت. راح اجيب طنجره صغيره اخلي فيها 3 ملعقة كبار من السكر، ملعقه كبيره من النشا، و3 ملعقة كبار من الكاكاو، واكيد كوب ماء. واذوب المكونات على البارد كلهم مع بعض بهذه الطريقة. ومن نذوبهم على البارد نخليهم على نار متوسطة طبعا مع التحريك المستمر حتى يجينا قوام، يعني قوام نفس هذا القوام. واكيد انا نسيت اني اخلي ملعقة كبيرة من الزيت عشان تعطي صوص الشوكولاتة لمعة حلوة، فضفت ملعقة كبيرة من الزيت يعني اخر شي ذكرتها. والصوص مثل ما شايفين صار جاهز. هذا لازم يكون قوامه. وندخلها الثلاجة، نخليه تقريبا في الثلاجة حتى يبرد يعني نصف ساعة ويكون جاهز. وهذا الايس كريم خليته تقريبا ليلة كاملة في الفريزر وصار جاهز مثل ما شايفين. هذا يا جماعة ألذ ايس كريم ممكن تجربوه. اتمنى تجربوا الوصفة وان شاء الله تعجبكم. ومثل ما شفتوا في الفيديو كل المكونات يعني جدا بسيطة وما تكلف كثير، واغلب المكونات متوفرة في كل بيت. انا خليت الايس كريم شوي في صحن فيه ماء عشان يتبطل معنا بكل سهولة. ومثل ما شايفين هذا شكل الايس كريم النهائي. وبصراحة ألذ وأسهل ايس كريم ممكن تعملوه. مكوناته ما تكلف شيء يعني كلها مي ومكونات بسيطة يعني. فهذا الايس كريم. وجبت صوص الشوكولاتة اللي جهزته طبعا بعد ما خليته يبرد في الثلاجة، وراح أغمس الايس كريم في صوص الشوكولاتة مثل ما شايفين بهالطريقة. ومباشرة ما ندخل الايس كريم في الشوكولاتة راح تمسك معنا في الايس كريم لانه بطبعه الايس كريم يعني بارد، فبسرعة راح يمسك معنا. ومن نطلعها من الشوكولاتة مباشرة نخليه في الفريزر من الفوق حتى يتماسك معنا. وهذا الايس كريم الثاني بكرر العملية معكم بنفس الطريقة، ادخله في الشوكولاتة بهذه الطريقة ومباشرة الشوكولاتة راح تمسك في الايس كريم مثل ما شايفين. وندخلها الفريزر تقريبا خليتها في الفريزر ربع ساعة، وبعد ربع ساعة هذا شكل الايس كريم النهائي. هذا ألذ وأسهل وأطيب ايس كريم ممكن تجربوه في حياتكم. أتمنى أنكم تجربوا الوصفة وإن شاء الله تعجبكم. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا اللايك والاشتراك.